السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عرب احنا مهد الديانات وعيننا الافضل، ولكن هذا دانييلي اورساتو الايطالي يطلق اشاره الانطلاق. الموعد المنتظر، خطيره ملعوبه اولى وخط لالغاء الهدف اوفسايد. فقط العنابي بمقارعه اعطى تمشي كرة بالراس ترجع على منتخب النعسر ومانشستر، ايضا في عنصر بسيكولوجي نفس للكومبول بالارض والجمهور. بالامكان يكون امريكي جنوبي اكثر مره من 20 سنه. نحس انه القاره اللاتينيه بالشكل الهجومي خطير التحضير. شوف الماتش، خطير العرضيه والدفاع موجود والتماس للاكوادور. عبد الكريم حسن من الشباب نظمتها قطر ركنيه تمشي للاكوادور. تكنولوجيا راس خطيرة، الكرات الطويلة في البدايات لكأس العالم. فالنسيا من جديد، فالنسيا ضربة جزاء للفريق الإكوادوري. عرقلة من سعد الشيب ويتقدم فالنسيا والهدف الأول في المونديال. نفس اللقطة من فالنسيا لمرات، وكتب له أن يكون صاحب هدف الافتتاح في كأس الأكثر ألقاب ب5، لعلها تكون بذكريات 5 للإكوادور. خطيرة جدا الإكوادور، فرصة كبيرة للإكوادور وكرة فيها تسلل أفريقيا والعرب في 78 على المكسيك. 3 في المجموعات، وهناك 4 أو 5 فرق عربية. خطيرة جدا الكرة الطويلة ياخذ فيها الدقائق القادمة بدون قبول الهدف. تونس ضد الدنمارك، السعودية ضد الأرجنتين. إكوادوري يبريسي والفوق حط بدنه بامتياز. 60,000 يخسر الكرة المشتركة وتمشي كرة للمنتخب الإكوادوري. فاول ووصول السد. انخيلو بريسيادو، كرة طويلة من راوي السد وانتهى التعادل 1-1. الاكوادور خطيره بشي شوط وكره عاليه. تعادل على كل كالعاده خصوصي. هنا يساند المنتخب القطري، وهذا أولترا عربي على فكره، موحد بين اكبر. كان انذار. كره طويله، ضربه راس والهدف الثاني من فالنسيا. ما اخترق يا فالنسيا، لعيب هو شعار البطولة. كنت أتمنى أن أقول على عفيف لهم الإكوادور في مشاركتها لرفيف. عبد الكريم من الكومبول يتألق ويكون الحصان الأسود وأوتسايدر في البطولة. عرفش يعمل وعارف. اسماعيل جالينديز، شوف بالراس، شوف ياخذوا في كل الكرات. منتخب العنابي في شوطنا الأول. منتخب قطر مدجج بالأنصار وفي أرضه. إذا يتأخر الهدف الافتتاحي في 20 دقيقة 25 دقيقة، تمشي كرة ملعوبة طويلة ترتحل إلى كيتو عسير من الأطراف. فالنسيا يلعب الهاتريك والدفاع يتصدى. الدفاع القطري من الراوي بس هذه الدقائق هنا في ملعب البيت. ثنائية يربح المنتخب العنابي. 5 دقائق لنهاية. أكرموا الجول. فقط جنوب أفريقيا 2010 فشلوا في الصعود للسكند راوند على 21 بطولة. أكثر من هكا. طويلة، كورة على الطريقة الإنجليزية العالية الكل. رقد ضايع، يتوقف 2-1 وكورة برا ممتازة. كورة ممتازة جدا بعيد. منتخب الإكوادور التريكولور وفي حاول يجري ويتعب المنتخب القطري بدنيا. حضر مليح ماتشو الإكوادور. عبد الكريم على اليسار، فكر فيها الدفاع يقطعها، والخطأ في كرة تعود للعنابي عن طريق الهيدوس وبالراس ضاعت الكرة. المعز علي قطع النظر من التسلل من عدمه. الضغط هي الأمل والأماني والطموح والرغبة في العودة، وهي دفع الجمهور، وهي دوافع البدايات في كأس العالم. إكوادور 38 في سيلعبون، يرجعوا العراقي والإماراتي خسروا أول ماتش في المونديال. الميدان كرة بالعنابي، أداء أفضل. ترجع كرة بالعقول، انتصار في الثنائيات بعيد على فالنسيا. هو كأس آسيا
فوات فرديه مأثره على الجماعي. يعني كره خطيره والدفاع يتصدى، كره لا تري، الكره في 9 القاب في البطوله، 5 للبرازيل، 2 للارجنتينا و2 للأوروغواي. اول بطل السيليستي. المحاوله خطيره والثلاثيه قريبه، والكره في الاخير تختار البعد الريمونتادا. هذا ما اقراه خطير، والكره قريبه والثلاثيه فسخها سعد الشيب بامتياز. برافو سعد يفسخ ثلاثيه، يرجع يفك الكره، ترجع الكره من عفيف، في خطه ورقه صفراء، انذار على الاكوادوري. حط الكره، ظروف وتعبت الظروف الشهير والخطير كوبيا لمحاوله استعادتها، مش سهله للحارس. تخرى الحقيقه حاتم الدفاع والتماس، وكره من تنفيذ اكرم عفيف. 86 بالراس ممتازه، والخطوره ترجع على مرمى جاليندي. هجومي يلقى الحل الان العنابي في الشوط الثاني انه يطول الكره باش يتفادى قوه وسط عبد الكريم. العرضيه هذه ليه، والكره تهرب به في قيمه وقمه الحماس. خطيره جدا الكره، انتصار والظهور الاول مميز. باش نسجل يلزم نسجل اكثر من الخصم. يلعب الكره كايسيدو، فبالتالي كان مفروض تغييرات من بدايه. يرجع تحت ضغط بيدرو، وفي خطأ بتدخل الايطالي دانييلي اورساتو. كرة تمشي خطيرة والراسية، رجع احتفاظ بالكرة لاستحن الحمر بلجيكا. ماشي اوفسايد، فما توزيعة، شوت يا عفيف، يشوت عفيف والكرة برا اوت. مستحيل. الله يتساقطون، يتراقصون، يسقطون بالخمسة. مستحيل. الله يتساقطون، يتراقصون، يسقطون بالخمسة. إنفانتينو بعد الهجوم على قطر على أوروبا الاعتذار للعالم 3000 سنة. وجه السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم انتقادات حادة لما وصفه بالحملات التي تعرض لها فيفا من قبل أوروبا بسبب تنظيم كأس العالم 2022 في قطر. وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي صباح السبت في العاصمة القطرية الدوحة: لا أخفيكم سرا، هذه الحملات جعلتني حزينا، لكنني لا أتراجع، لأنني لمست بنفسي حجم ما بذلته قطر من مجهود لاستضافة المونديال. وأضاف: أشعر أنني قطري وعربي وإفريقي، وأشعر بما تشعر به هذه الشعوب وما قدمته قطر لإنجاح هذه النسخة، ولكن ما فعله الأوروبيون خلال 3000 عاما مضت يجعلهم مطالبين بالاعتذار للعالم في نفس المدة مستقبلا قبل أن يعطوا دروسا للآخرين.